تخيل تصحى من النوم تلاقي بطل افريقيا اتغير. ايوه زي ما سمعت، لان المغرب بطلت افريقيا 2025، وده بعد قرار تاريخي وجريء جدا من الكاف ان اللقب اتسحب رسميا من السنغال وانضم رسميا لمنتخب المغرب. سحب كاس افريقيا من السنغال واعتبار المغرب فائزا بنتيجه 3-0 بناء على قرار لجنه الاستئناف اعتمدوا على الماده رقم 84. الماده رقم 84 باختصار شديد تقول في حال انسحب الفريق او رفض اللعب يعتبر خاسر بنتيجه 3-0 أو النتيجة الأكبر، يعني إذا كان المغرب فايز وقتها 4-5-6 يعتبر بالنتيجة الأكبر. هذا هو السبب باختصار شديد اللي استند عليه قرار لجنة الاستئناف. والآن أعطونا رأيكم في هذا القرار. الخبر العاجل المتعلق بنهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث جاء القرار كما نشاهد قبل قليل من لجنة الاستئناف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتماد النتيجة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، باعتبار المنتخب المغربي منتصرا ب3 أهداف دون مقابل، وخسارة منتخب السنغال الذي كان قد توج باللقب. منتخب السنغال إذن يسحب منه اللقب ويعطى هذا اللقب لمنتخب المغرب بعد أن جاء قبول استئناف الاتحاد المغربي وإلغاء قرار اللجنة التأديبية بالاعتماد على اللوائح الخاصة، وتحديدا اللائحة رقم 84. كما تضمنت القرارات أمور أخرى تتعلق بإيقاف لاعب منتخب مغربي سايبري لمباراتين، إلغاء غرامة مالية كانت قد حددت ب$100,000، تخفيض غرامة، كذلك الاتحاد الإفريقي في قضية جامعات الكرات إلى $50,000، وتثبيت غرامات أخرى تتعلق بهذه المباريات. أو في الدورة التحكيمية في الدورة كوت ديفوار هذه التحكيم نقول لك عليها مش عارف. ما هي قراءتك؟ ما هي نقول لك حاجة جو بونس كو شكون اللي راه ضدها نتايا؟ انت كي تشوف وشكون اللي راه ضدها؟ انا نقول اسرائيل. هو دي باينه اسرائيل ديريكتومون. انا في الدورة المغرب الله عاقل عاقل عاقل. اول مصري يذيع الخبر لكل المغرب، كأس افريقيا رجع للمغرب رسميا، رجع الحق لاصحابه. الله سد شكر لله. قلت لكم ما قلت لكم سحب كأس افريقيا من السنغال وتسليمه لمنتخب المغرب. نقول الف مبروك لمنتخب المغرب بطولة كأس افريقيا 2025. اعتبر منهزما بنتيجة 3-0. فريقة لا والله لا ادري، والله ما باش نشوف هذا البلد. في الجزائر تم تحط ديال الطرق كاليفيهم كوب دي موند دومي فينال، نوليو نتكلموا على جوارينا كاع اللي راهم يافونسي وراهم يبروغريسيو، وهما هاك وحنا رانا هاك بكأس افريقيا. لكن التاريخ الذي سيبقى في الذاكره ولا يمكن ان نمحيه هو لا بد ان نفرق بين من ينال الالقاب ومن لا ينال الالقاب. الجزائر ما نساوش باللي الرئيس الفيدراليه المغربيه عنده قوه كبيره في الكاف، عنده قوه كبيره وشفناها في المباراه اللي لعبوها في النهائي. دونك هنا تعرف قوه المغرب. منتخب كبير وثقيل في افريقيا. سي ان دي جي نضاف لك منتخب عملاق، اكثر منتخب واقعي في هذه الدوره، ما يبحثش على الاداء الجميل. عندهم لاعبين اللي يكون التوظيف تاعهم فيها جيد، دائما ما تعطي لك ثمار. هو يعني نقطه هم دائما يعني عندهم سرعه فائقه، عندهم دائما يعني الكرات الثانيه في الهجوم دائما ما تصيبهم في المكان المناسب، يعرف كيفاش يعني يدير الثغرات، كيفاش يعني يدير لنفسه المساحات، يوجدهم لنفسه. هذا الشيء يعني يقوم به الا اللاعبين الكبار، لان في مثل هذه المناسبات هنا وين تشوف لاباط يعني تاع اللاعب اللي يدير لك لا ديفيرونس. نعم، كان ضيع سيل من الفرص ايضا نفس الشيء، كان ممتاز جدا، كان واقف حاضر، ما تلقاش في الثمن النهائي، ما تلقاش في الربع النهائي، ما تلقاش في المباراه الثانيه. اكثر منتخب اعتقد حفاظا على نظافه شباكه لحد الان عنده 3 كلين شيت في المنافسه. يمشي مباراة بقيادة مدرب قليل الخبرة في افريقيا. البعض يتحدث عن عامل الخبرة، لازم تكون منتخب خبير في افريقيا، مدرب خبير في افريقيا باش انك تقدر تمشي. اي ناس دارت 3-4 تورنوا وما مشاتش، ما لحقتش حتى لهذه الادوار. يلعب على امكانيات المنتخب، المدافعين المحوريين، لاعبين ابرز، يقدم في دوره في المستوى. ربما في نهايه الدوره في ليكيب تيب اكيد راح يكون مع اللاعبين الموجودين في وسط الميدان في التشكيله المثاليه. منتخب واقعي، دافع جيدا، يستغل الفرص، عنده سرعه كبيره، سرعه الان يلعب بالاسم ويلعب بالاسماء ايضا محمد. وانا قلت لك انه ما اعيب على هذا المنتخب هو عدم توازنه في الخطوط، عنده تقريبا نجومه كلهم الفريق اللي ما يتلقاش اهداف يا سي لامين، الفريق اللي ما يتلقاش اهداف ديما عنده لي شونس بور غاني ان ماتش.
ما نتلقاش اهداف. ديما عندي الوقت باش نسجل اهداف ونتغلب على الخصم. يديفوندي ويشوف الهدف اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي ثم تصلوا على النبي. وفي لحظة صدمت الجميع وأبكتهم، هذه اللحظة كانت فرحة عارمة في المغرب، وهو سحب الكأس من السنغال ورجوع الحق لأصحابه. حقيقي يا جماعة رجوع الحق لأصحابه، رجع للي تعبوا، للي قتلوا، للي ما استسلموش، رجع لمنتخب المغرب اللي طول عمره بيتظلم للأسف الشديد، لكن عمره ما اتكسر ما شاء الله. سنين والمغرب بيقدم كرة نظيفة، أداء عالمي وروح قتالية، لكن كام مرة شفنا ظلم للمنتخب المغربي، كام مرة اتحرم من حقه، كام مرة يا جماعة لحد دلوقتي يعني قرارات غريبة وقفت قدام إنصاف المملكة المغربية أو المنتخب المغربي في كرة القدم. ليه اللي بيحصل ده؟ دلوقتي احنا منتظرين عقوبات صارمة من الفيفا بعد هذا القرار، وطبعا الحقيقة كلها بانت. لكن بفضل الله المرة دي الحق رجع لأصحابه، المرة دي التاريخ اتكتب من جديد. اللي حصل مش مجرد قرار، ده اعتراف ان المغرب كان دايما يستحق، وان اللي فات كان ظلم، وان اللي جاي ان شاء الله هو عدل. ومش بس كده، يعرف اي حد هيظلم المملكة المغربية او المنتخب المغربي يعني بعد كده ان هو ان شاء الله هياخد عقوبة صارمة ما يتخيلهاش في حياته، لان دي الحقيقة. لازم الكرة تبقى نظيفة. معنى ان الكرة تبقى مش نظيفة معنى كده ان احنا ما نفرحش. نفرح على ايه؟ ما هي كده بقى مفتعلة. لكن ان شاء الله اللي جاي احسن، وزي ما حضراتكم سمعتوا العقوبات اللي على المنتخب السنغالي، ولسه في عقوبات تانية كتير. احنا ما نقدرش نقول حاجة، السنغال منتخب قوي طبعا قوي بالسحر، قوي بالكولسة، قوي بالرشوة، قوي زي ما حضراتكم شفتوا بالهمجية وقلة الأدب زي ما احنا شفنا. لكن القانون فوق الجميع، وكل واحد هياخد حقه. لما تحصل مخالفات أو تجاوزات العقوبات لازم تطبق، وده اللي حصل بالفعل. العقوبات كانت واضحة وصارمة، لكن الكرة مش بس مهارة، دي كمان التزام وعدالة، وأي خروج عن القواعد نهايته معروفة. انا دلوقتي بس عايزه اسال سؤال للناس اللي فرحت في المنتخب المغربي، شفتوا ازاي الحق رجع لاصحابه؟ غير كده المنتخب المغربي اتظلم قدام كاميرات العالم. ساعتها الاعلام الارجنتيني والاعلام الفرنسي وكل نجوم كره القدم كانوا هيتجننوا في العالم بسبب الظلم اللي وقع على المنتخب المغربي وما خدش حقه في وقتها او في ساعتها. لكن دلوقتي احنا شايفين قهرتهم زي ما حضراتكم شايفين هم قد ايه مقهورين من سحب الكأس من السنغال ورجوع الحق لاصحابه، وهو رجوعه للمملكة المغربية. طبعا دلوقتي ناس كتير من المغاربة بيقولوا هنعمل ايه دلوقتي بالكأس، احنا فرحتنا اتكسرت. بصراحة هم عندهم حق وهم اتظلموا، ولازم يعني ياخدوا حقهم بعد كده. ويعني حاسين ان هم يعني بعد كده مش عارفة بصراحة يلعبوا ازاي، او يعني ينتصروا ازاي، يستطعموا الفرحة ازاي، يحسوا بطعم الفرحة ازاي. طبعا عندهم حق والله، لكن الكل فاهم ان المغرب اسد افريقيا، الكل فاهم ان المغرب اتظلم، الكل عرف حقيقة المغرب وحقيقة الناس اللي بتقول على المغرب بيعملوا كولسة ورشوة، والكل فهم كمان ان كل الكلام ده مش حقيقي. يعني سبحان الله، اوقات يكون في الظلم عدل، ان حضراتكم تشوفوا الحقيقة على اعين كل كاميرات العالم. المنتخب المغربي شريف ونظيف ودايما كده. وبالنهاية متابعينا الكرام، مليون مبروك للمنتخب المغربي، وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وحصري. دمتم في امان الله.